السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، حلقة من العيار التقيل، حلقة مهمة جدا جدا جدا. حلقتنا النهاردة فيها سرقة قناة معالي المستشار مرتضى منصور. قناة المستشار مرتضى منصور على اليوتيوب تم اختراقها وسرقتها الساعة 3 الفجر. ومعانا كمان رسالة مهمة جدا من الأستاذ طارق الأدور إلى هزاز الرؤوس، وطبعا كلنا عارفين منهم هزاز الرؤوس، ومطالبة عمرو أديب بمحاكمة سريعة وفورية للمستشار مرتضى منصور. زي ما بقول لحضراتكم حلقة من العيار التقيل وحلقة نارية، عشان كده بطلب من حضراتكم انكم دايما تدعمونا باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد ويكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، امبارح الساعة 3 الفجر كده كنت قاعد بتفرج على قناة معالي المستشار مرتضى منصور على اليوتيوب، وبشوف آخر الأخبار والصفقة الجبارة. ناصر المنسي اللي بقى خلاص زملكاوي، ناصر المنسي اللي جاي يعدل الميلة، ناصر المنسي اللي زي ما قال كده المستشار مرتضى منصور: اسمك ناصر وإن شاء الله هتكون ناصر. ولسه بسمع الجزء ده فجأة لقيت القناة بتختفي. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ والقناة مش موجودة، وبدأت تنزل عليها فيديوهات غريبة وبس حاجات مش ممكن تكون تبع المستشار مرتضى منصور. مين اللي عمل كده؟ هل دي بلاغات من جمهور النادي الأهلي على قناة المستشار مرتضى منصور؟ هل ده حد بينتقم من المستشار مرتضى فتم اختراق قناته؟ مين اللي يقدر يخترق قناة أصغر مؤلف قانون في مصر؟ مين اللي يقدر يخترق قناة الأسد الجسور؟ مين اللي يقدر يخترق ويسرق قناة رئيس نادي الزمالك؟ في مفاجأة مدوية وصادمة للجمهور الزملكاوي، لقيت القناة مش موجودة. قعدت أقول يمكن تكون المشكلة من عندنا، جايز يكون النت هنك، جايز يكون تليفوني بدأ يخرب. لكن دخلت تاني وتالت ألاقي مفيش قناة باسم المستشار مرتضى منصور. يا ترى المستشار مرتضى منصور هيسكت ولا يا ترى هيطلع ويتكلم؟ يا ترى سيد عبد الحفيظ عمل سحر لقناة المستشار مرتضى منصور؟ يا ترى الكابتن محمود الخطيب جاب مارد من ام درمان سرق قناة المستشار؟ هاي 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 يا دمها خفيف أوي. حاولت ازاي دي. مين اللي يقدر يسرق قناة الأسد يا اخوانا؟ عايزين إجابة واضحة، ولازم النادي الأهلي يعمل بيان وينفي فيه مسؤوليته عن سرقة قناة معالي المستشار. دي مش أهم قناة على اليوتيوب، دي قناة مهمة جدا فيها أخبار نادي الزمالك وكل ما يحدث داخل أورقة النادي الملكي، وكمان ليها أكتر من 520 ألف متابع. القناة تم اختراقها وعايزين شيخ يعرف مين اللي سرق القناة، مين اللي اخترق قناة معالي المستشار. ويا سيدي عبد الحفيظ، لو انت اللي سرقت القناة او انت اللي جبت سحر او انت اللي عملت عمل للقناة، هندعي عليك ليل ونهار، كله الا قناة معالي المستشار. معلش 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 نخش في موضوعنا التاني، وده موضوع مهم جدا وموضوع رسالة قوية من الأستاذ طارق الأدور إلى هزاز الرؤوس. ومن هم هزاز الرؤوس؟ طبعا الكل عارف من غير ما نوضح هم مين هزاز الرؤوس. الأستاذ طارق الأدور طلع قال لهم كده وباختصار يعني إن أنتم ساعدتم على هتك العرض
وان انتوا بتبقوا مبسوطين بالشتايم والسب وبوظتوا الذوق العام، لا سلام لكم واحتقارنا لكم، وبدأ يوجه لهم رسائل قوية. اقول لكم على حاجة، ما تيجي نسمع الاستاذ طارق الأدور بيقول لهم ايه، وهيبعت لهم على الايميل ولا هيعمل لهم فيديو ولا حتى جواب، وبعد ما قرر انه يعمل جواب نسمع مع بعض رسالته في الجواب كانت ايه. أعزائي هزازي الرؤوس والجالسين في منابر الشتائم، لقد أهنتم المهنة وجعلتونا في الحضيض وجعلتونا أضحوك أمام العالم، وكنتم سببا في سريان السرطان في جسد الرياضة المصرية، وافقتم على إهدار الأخلاق والخروج عن القواعد والأعراف، وضربتم عاداتنا وتقاليدنا في مقتل. استمعتم إلى انتهاك الأعراض بكل سعادة وكأنها أغنية جميلة. أهدرتم قيم المجتمع، كرهتوا الناس في كرة القدم اللي كانت أكبر ترفيه ليهم، وكرهتوني أنا شخصيا في مهنة الإعلام. استمروا في بغيكم وكفاكم رأي الشعب المصري فيكم. نهايتكم قربت، لا سلام ولا تحية لكم، ولكم مني كل الاحتقار. وبعد ما سمعنا رسالة الأستاذ طارق الأدور لهزاز الرؤوس، عايزين نقول لهم رسالة مننا احنا جمهور نادي الزمالك. انتوا عرتونا وكشفتونا وفضحتونا، واسلوبكم غير لائق باسم نادي عظيم زي نادي الزمالك. اسلوبكم مسيء وطريقتكم تفضح اي حد. احنا ما بنتشرفش بيكم، وبقينا بنلغي اشتراكنا من على قناة نادي الزمالك. هتقول لي يعني ايه بلغي اشتراكي من على القناة؟ يعني بشفرها، بعتبرها مش موجودة، بعتبرها قناة مشفرة ومش قادر اخش عليها، لان باختصار ما ينفعش اقعد انا وابني نسمع الالفاظ اللي بيتقال عليها والاتهامات اللي بلا حدود وبلا سقف، والخوض في العرض والشرف اللي بقى متاح ومباح للجميع. يعني من الآخر كده راجعوا نفسكم وراجعوا ضميركم وارجعوا إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. بلاش الفكر في الخصومة، لأن بصراحة لا يرضي ده لا أهلاوي ولا زملكاوي. الكورة مش كده، الكورة رياضة، أخلاق واحترام ومبادئ، وانتوا خرجتم من الموضوع ده عن كل ده. فيعني رجاء منكم وفضلا منكم وليس امرا، واحنا بنترجاكم خفوا شويه من السباق. يعني خلوها ربع ساعه سباب وربع ساعه شتيمه، انما النص ساعه سباب وشتيمه وخوض في الاعراض حرام. حرام يا شيخ. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. نخش بقى على موضوعنا الثالث، وهو مطالبة الأستاذ عمرو أديب الإعلام القدير بمحاكمة المستشار مرتضى منصور. وسأل سؤال مهم، هو قانون الرياضة بيتطبق على مين وما بيتطبقش على مين؟ هي مش الناس سواسية تحت مظلة القانون؟ ليه ما بيتطبقش القانون على المستشار مرتضى منصور؟ ازاي يبقى لجنة الانضباط اللي بيقودها مستشارين عظام يقدموا استقالتهم بعد سب المستشار مرتضى لهم، وبعد ما قناة نادي الزمالك اتهمتهم بأفظع الاتهامات، عشان يستقيل لجنة الانضباط بالكامل ويروحوا لاتحاد الكورة اللي يقول لهم مش هقدر احميكم من سطو هذا الرجل. وكمان بيستقيل كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الانجليزي اللي خاضوا شرفه وقالوا فيه ما ليس فيه، حتى وان كان فيه ما ينفعش نقول انه فيه، لان ده مش رياضة. خرج عمرو أديب وفي حالة ثورة يعبر عن رأي الشارع الرياضي
قانون الرياضة معطل ليه؟ مين اللي يحاسب اللي يسيء؟ ومين اللي يحاسب أي رئيس نادي ينتهك الحقوق؟ مين اللي يحاسب الأشخاص اللي بتطلع تسب في الجميع؟ وإحنا بنضم صوتنا لصوت الأستاذ عمرو أديب وبنطالب بتفعيل قانون الرياضة، واللي يغلط يتحاسب، اللي يغلط يشيل شيلته، اللي يغلط يتحاكم. لابد من عودة الرياضة المصرية إلى الحياة بالأخلاق الحميدة وبالكرامة. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي ما دعمش أخوه باللايك يا أخي ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب.